يوري ده يتيم بائس ومقرف، خاسر كل حاجة في الحياة زيك بالظبط. بعد ما أهله ماتوا سابوه واترمى لوحده في بيته لحد ما بنت كيوت عشوائية ظهرت على بابه وقالت إنها تشتغل ببلاش وتبقى خدمته على أمل إنها تعمل حاجات سعيدة معاه، فهو قبل عرضها ودلوقتي عايش مع الغريبة دي كرفيقته في السكن. بعد أيام اعترف إن أكل ليلى حلو جدا والبيت نظيف لدرجة إنه بيبرق كأنه معمول له عمل، وعشان كده اتهمها إنها ساحرة وسحرة. ولما هي مشيت معاه في الكلام كنوع من الهزار هو صدق بجد وقال إن السحر أكيد في عيونها الجميلة اللي بتخلي قلبه يدق بسرعة، وده كسفها جدا فعملت حجة عشان تخلع من قدامه لأنها حست بالذنب إنها اديته انطباع غلط. بعدها بشوية راقبها وهو مستغرب ساحرة ممكن تكون عايزة إيه من فقير زيه، وقرر يواجهها ويسألها بتخطط لإيه، وده خلاها تبتسم بخبث. بس لما ضغط عليها في الأسئلة قالت إنها بتحب لما يراقبها زي المتحرش وما قدرتش تمسك ضحكتها. هو ما اقتنعش بسحرها المرة دي وأصر تقول هي بتجري ورا إيه، فقالت إنها مش هينفع تحرق الأحداث دلوقتي، وده أكد شكوكه. في الليلة دي حلم إنها سحرة بتحاول تسيطر عليه بتعويذة، فوقع من السرير ولما قام عشان يشرب لقاها بتستخدم كتاب غريب وبتطبخ حاجة. تاني يوم الصبح داق الأكل ولما لقى طعمه خرافة بشكل مستحيل افتكر الحلم واتهمها إنها حطت حاجة ممنوعة في أكله، وبعد ما واجهها بنشاطاتها الليلية هي سيرته وقالت إنها فعلا حطت له مشروب الحب، وبكده هو أخيرا اقتنع إنه لقى السبب اللي مخلي أكلها طعمه زي الجنة ومخليه مش عارف يبطل يبحلق فيها وشايفها كيوت بشكل ما. الخدامة الهبلة وافقت على كلامه عشان كانت مكسوفة تشرح إنها كانت بتذاكر طبخ امبارح بالليل، بس هو عداها وقال لها خف شوية من المشروبات دي. بعدين يوري كمل مراقبة ليها واكتشف إنه حتى ما يعرفش اسمها، ولما حاول يفتح موضوع إنه ما يعرفش عنها حاجة فجأة نادته باسمه، وده لجلج وهو بيتهمها إنها مريبة، وشاور إن أهله كانوا بينادوا بعض بأساميهم عشان كانوا بيحبوا بعض بجنون، بس ده خلى وشها يحمر وجريت. يوري فكر إن ده معناه إنها عارفة كل حاجة عنه وممكن تبيع المعلومات دي، فقرر يدور وراها واكتشف إن اسمها ليلى. على العشاء استناها تناديه باسمه عشان يعلم عليها، بس لما ما قالتش اسمه استغرب فيه إيه، وهي حذرته إن ده معناه إنهم هيبقوا واخدين على بعض قوي، ومع ذلك هو قال لها ده مش هيحصل عشان هو ما يعرفش عنها حاجة أصلا، وعزمها تحكي عن نفسها واستخدم اسمه أخيرا. بعد كده كانت بتبص لصورته وده أثبت إنه مش هو المتحرش الوحيد في المنطقة، وافتكرت لما قرت الجواب اللي خلاها تلم كل حاجتها وتغير بلدها وتظهر على بابه. بعد كام يوم من العيشة سوا ليلى صحته للفطار كالعادة بعد ما حاول بكل الطرق يصاحب القطة، بس هي كانت بتجري من وشه كشر. ولما ليلى شافت منظره يصعب على الكافر جابت شوية أكل قطط عشان تساعده وقالته ياكلها عقبال ما هي تروح تشتري طلبات. القطة بدأت تاكل الأكل ويوري حاول يقرب يلمسها لما ظهرت قطة ضالة تانية وخوفته. القطة الأولى حاولت تدافع عنه وده ادى يوري الشجاعة إنه يقف للقطة الضالة التانية اللي ما كانش فارق معاها أصلا. لما ليلى رجعت من الشوبينج شافته بيلمس القطة ومدحته إنه استرجل، بس فجأة غارت منها وحاولت تطلب منه يعمل معاها كده هي كمان، ورغم إنها خافت وكشت هو طبطب عليها بغض النظر، وده خلاها تحمر وجريت عشان تهرب من الموقف المحرج ده، ووقعت صورة ليه بالغلط وهو قلق لتكون الصورة دي الحاجة تبع الشعوذة واللعنات. بعدين راح يتغدى وبعد ما أكل وجبة تانية بمستوى ماستر شيف طلب منها تعلمه الطبخ على أمل يشوف لو بتحط حاجة زيادة فعلا. حاولت تدعبه وسألته بصوت ناعم لو عايزاه تعلمه ايد في ايد، بس هو ما اتكسفش وقال لها انه حتى عايز يتجوزها، وده وترها هي بدل ما يوتره. راحوا المطبخ ووقفت وراه توريه يستخدم ادواته ازاي، بس اللحظة باظت لما بدأ يلوح بالأداة وخلاها ترجع لورا. عرفوا يرجعوا للمصار وعملوا اليخنة، ولما خلصت عزمها تقعد تدوق معاه اللي طلع معاهم فوافقت وانضمت ليه. بس لما قال ان في حاجة ناقصة المرة دي هي هزرت وقالت المكون الناقص هو حبها لسيدها، بس هو خد الكلام حرفيا ومدحها انها بتعرف تطلع شغل حلو باستمرار بكل الحب ده. بعدين غطته عشان ينام، ولما بدأ يروح في النوم أدرك انها بتصحى قبله وبتنام بعده، وده معناه ان في حاجة مشبوهة بتحصل وهو نايم. صمم يسهر ويكتشف، بس بعدها بلحظات كان راح في سابع نومة وليلى دخلت تتأمله والقطة خلصت الموضوع بانها نامت في حضنه. تاني يوم يوري بيجهز للمدرسة وليلى خانقاه اهتمام عشان تتأكد ان كل حاجة تمام قبل ما يمشي، ولما بصلها سألته بلهفة لو هو مسحور بيها لدرجة انه عايز يزوغ من المدرسة، بس هو شرح ان احساسه كأنهم متجوزين عشان امه كانت بتعمل نفس الحاجة لأبوه. وده خلى ليلى تحمر تاني ومشت على المدرسة. في المدرسة تسوكاسا نطت من الليموزين بتاعتها ولما شافت يوري افتكرت إشاعة موت أهله وفكرت إنه مستحيل يكون اتعافى لسه، بس في الحقيقة كل اللي كان في دماغه هو ليلى عاملة إيه.
لما دخل الفصل كل الطلاب قعدوا يلتوا ويعجنوا إنه مكسور ووحيد دلوقتي، وتسوكاسا شافت إن ده يحزن وافتكرت إنه كان طيب معاها لما كانت خجولة، فقررت تعمل أي حاجة تقدر عليها عشان تساعده. وقبل ما تقدر تعرفه مشاعرها المدرس دخل وبوظ عليها فرصتها. في نفس الوقت ليلى كانت مهووسة بيوري في البيت ومستغربة هو ليه لسه بيشك فيها، فقررت تشتغل بجد أكتر عشان يتقبلها. ولما خلصت قررت إنها تروح تاخد يوري من المدرسة. وهي ماشية في الشارع فوجيساكي شغالة تسوكاسا عرفتها واتفاجأت. بعد المدرسة يوري سمع العيال بيتكلموا عن خدامة مزة، ولما شاف إنها ليلى استغرب جات ليه وجري عليها. في نفس الوقت تسوكاسا شافت يوري وفكرت دي فرصتها تتكلم معاه، بس قبل ما تروح له شافته مع ليلى وجريت ورا شجرة تراقبهم، وزي يوري بالظبط فكرت إن في حاجة مشبوهة بخصوص الخدامة. بعدين سمعت ليلى بتسأله لو مكسوف من علاقتهم الخاصة، وده خلى خيالها يسرح وافتكرت إن في حاجة فاضحة بتحصل. يوري قال لليلى إنها جميلة جدا ومش عايز حد تاني يشوفها، وسوكاسا استنتجت إن الاتنين واقعين في قصة حب محرمة بين السيد والخدامة. يوري كمل كلام عن إنه يتمنى يقضي ال 24 ساعة معاها، وفشل تماما إنه ينفي التهم عنه. سوكاسا منعت نفسها تتدخل على أمل تكمل مراقبة شوية كمان، بس فوجيساكي ظهرت تسأل إيه اللي مأخرها. ليلى شافتها وقالت بقالنا زمان، وبعدين سلمت على سوكاسا وقالت لها بلطف تكمل كونها صديقة يوري. بعد كام يوم ليلى خرجت تشتري طلبات العشاء بس نسيت تليفونها بالغلط. لما يوري رجع البيت أدرك إنها مش موجودة وفهم إنها أكيد بتتسوق، فقرر يستمتع بوقته لوحده كنوع من التغيير. في الوقت ده ليلى قررت تعمل أكلة سوري سمك، بس لما شافت إن كل المحلات خلصت السمك الطازة قررت تروح المدينة اللي جنبهم تجيب. في البيت يوري لاحظ الوقت واستغرب إيه اللي مأخرها وليه ما كلمتوش تقوله، فلقى رقمها واتصل بيها بس لقى تليفونها بيرن على الكاونتر. في نفس الوقت ليلى أخيرا جابت اللي محتاجاه، بس لما لاحظت الوقت اتأخر قد إيه قررت تكلم يوري بس أدركت إنها نسيت تليفونها فجريت تروح البيت فورا. في البيت يوري كان خلاص فقد الأمل إنها راجعة لحد ما سمع صوت وجري يشوف لو هي، بس لقى القطة الغبية بدلها. في الوقت ده ليلى مستنية في المحطة بس أدركت إنها اتحبست هناك بسبب تأخيرات، ولحسن الحظ فوجيساكي خرجت من محل قريب ولحظتها في المحطة ووصلتها وسألتها وصلتي إمتى مدينتنا؟ ولما ليلى قالت بقالي شهر فوجيساكي سألتها لو متأكدة إنها عايزة ترجع هنا وقالت إنها عايزة. بعدين ليلى شكرتها على التوصيلة وجريت جوه عشان تلاقي يوري مستني بحزن، فاعتذرت إنها اتأخرت وما كلمتوش، بس هو فورا سألها إيه اللعنة اللي حطها عليه عشان تخليه يفتقدها لما تغيب. كان هيبكي وهو بيقول لها إنه كان متعود يبقى تمام لوحده بس دلوقتي بيحس بوحدة وقلق من غيرها، فهي سيرته وقالت له إنه كان شاطر لوحده حتى مع اللعنة اللي عليه. بعد فترة ليلى أخيرا بدأت تقلق إن يوري لسه بيشك فيها قوي، فقررت إنها لازم تقرب منه وتراقبه زي الكبار المسؤولين. بس لما مشيت وراه اتهمها بمراقبته، فهي قلبت الترابيزة وفكرته إنه بيعمل كده برضه، فخاف وجري. ولما جريت وراه وقالت له استنى اتكعبلت في الهوا ووقعت بصدرها في وشه. بعدين يوري كمل مراقبة ليها لما سألته لو مش بيزهق من مراقبة كل حركاتها. للأسف يوري سمى ده تصرف مشبوه وقال إنها بتحاول تشتته بينما هي بتنفذ خططها الشريرة، ووعد إنه هيفضل يراقبها طول عمره، وده خلاها تجري وتندب قلة ثباتها قدامه. بعدين حاولت تاني في موضوع التصرف بنضج ده وقالت له إنها فاهماه، بس الموضوع جاب نتيجة عكسية برضه، وافتكر إنها شمتانة في حقيقة إنه مش عارف يبطل تفكير فيها. في محاولة أخيرة للتواصل معاه طلبت يلعبوا لعبة وانتهى بيهم الأمر بيلعبوا شطرنج. أثناء اللعبة يوري افتكر إزاي أبوه علمه الشطرنج بينما أمه فشلت فشل ذريع في الطبيخ وكانت بتزن عليهم عشان بيلعبوا وبيستمتعوا من غيرها، وده تحول للحظة عائلية دافية. ليلى أكدت إنها موجودة تلعب معاه أي وقت هو عايزه، ولما اندمج في اللعبة أدركت إنها كانت مكبرة المواضيع وإنها هتعمل أي حاجة تقدر عليها عشان تخليه يبتسم. بعد أيام يوري كان شكله قلقان وماسك جواب في الفصل، ولما رجع البيت مشي من جنب ليلى من غير ما يبصلها لأول مرة. بسبب ده ليلى عملت شوية بودنج على أمل تفرفشه ويكملوا مناقرتهم المعتادة عن اتهامه ليها إنها مشبوهة، بس في الحقيقة هو شكرها على البودنج ودخل أوضته وصدمها. بعدين حاولت تقنع نفسها إن ده شيء كويس إنه ما بقاش بيشك فيها، بس اعترفت إنها لسه عايزاه ويشك وقررت تمشي وراه عشان تستفزه، بس برضه ما خدش باله منها. الدنيا بدأت تلف بيها لما فكرت إنه ممكن يكون فقد اهتمامه بيها، بس فجأة خرج وإداها إشعار اليوم المفتوح في مدرسته. شرح إنها كل اللي ليهم بس عشان هي مشبوهة ما كانش عايز الناس يقابلوها، بس دلوقتي يتمنى تيجي لو حبة. قبلت بفرحة وارتاحت إنه ما فقدش اهتمامه بيها، وهو قال لها إنه كان أصلا بيفكر إزاي يقنعها طول الوقت ده عشان هي كل اللي بيفكر فيه، وهي حست بنفس الشعور. في اليوم المفتوح ليلى دورت في دولابها على حاجة تلبسها وهي بتفتكر كلامها مع يوري لما قال إن المدرسة صارمة ولازم تظبط لبسها. قاست كل الأطقم المريبة اللي في دولابها وبرضه ما لقيتش أي حاجة يوري ممكن يصنفها طبيعية. في المدرسة يوري قلق إنها ممكن ما تجيش بسبب أزمة اللبس وزعل
لما شاف الأهالي التانيين ماشيين في الطرقات والطلاب بيتباهوا مين من أهلهم جه. المدرس نادى على الأهالي وأولياء الأمور، ولما يوري ما شافش ليلى حاول يقنع نفسه إنه تمام لوحده، بس الباب فتح وظهرت ليلى لابسة هدوم استلفتها من فوجيساكي قبل ما تروح المدرسة. بعد المدرسة ليلى اعتذرت إنها اتأخرت في الوصول، بس هو جري عليها وشكرها إنها جت وقال إن ده فرحه. بعد أيام يوري كان بيجري رايح جاي في الطرقة، ولما ليلى سألته إيه الصنف اللي بيضربه قال إنه بيتدرب لليوم الرياضي وعايزاها تيجي تشجعه. بعد المدرسة جت وقالت ما قدرتش تستنى تشوفه، بس هو زايد عليها كالعادة وقال إنه ما يعرفش خدوا إيه في المدرسة عشان كان طول الوقت بيفكر فيها بس. تسوكاسا كملت فرجة على المسلسل المفضل بتاعها من ورا شجرة، ولما فوجيساكي قالت لها إنها مجنونة زيهم قالت إنها نفسها تعيش تجربة مثيرة كده وبصت لها بقرف. فوجيساكي قررت تجاري لها الثانية وخلوا تسوكاسا تحس إنها في قصة خيالية فانفيك تويلايت، بس الخدامة البائسة قالت لها لازم نروح البيت. في القصر يوري كان بينقنق بسكوت لما ليلى ورته كتاب مليانة خطة تدريب لليوم الرياضي وأكدت له هيعيدوا التدريب كل يوم لحد ما يرضى. يوري اتحمس لخطتها عشان تمرنه وخرجوا يتدربوا، وطلع إنه مش بس فاشل في شغل البيت، ده كمان ضايع في الرياضة. حاولت تشجعه يكمل تحسن وهو حاول يبهرها، بس الفائز الوحيد طلع القطة الضالة. بالليل لما أدرك إنه فاشل بائس ليلى عرضت تعمل له مساج عشان يبقى أحسن للجولة الجاية، وهي بتدلكه مدح طريقتها وسأل لو بتستخدم سحر تاني، بس أكدت له إنها بس عارفة إيه اللي بيريحه. الأيام اللي بعدها يوري كمل أكل ونوم وتدريب بمساعدتها، وهي أكدت له إنه بيتحسن. في الوقت ده تسوكاسا بتحاول تعيش خيالاتها المشبوهة وقالت لفوجيساكي إن أهلها مش جايين اليوم الرياضي وفتحت في العياط. فوجيساكي جريت تطمنها إنها عمرها ما هتكون لوحدها، بس تسوكاسا غلطت وكشفت إن دموعها مزيفة. في اليوم الكبير ليلى قالت ليوري هتيجي المدرسة متأخر شوية، وهو قال لها تلبس حاجة مريحة فاستغربت ده ليه. في المدرسة العيال بيجهزوا لشد الحبل، واتنين طلاب حاولوا يحبطوا يوري بس هو رد عليهم بقوة، وتسوكاسا أدركت إنها عمرها ما شافته تنافسي كده. بس لما ليلى نادت تشجعه شافت السبب أخيرا. ليلى قالت له هتديله مكافأة لو كسب، وعشان دماغ تسوكاسا في البلالة فكرت إنها هي المكافأة وخططت تساعده يكسب. اللعبة بدأت وفعلا عرفوا يكسبوا، ولما تسوكاسا قالت له يقدر ياخد مكافأته قال إنه بس عايز يشوف ليلى بتبتسم وهي بتجري تبارك له. بعدين ليلى وفوجيساكي وقفوا يتفرجوا، وفوجيساكي سألتها لو متأكدة إنها عايزة تكون وسط الناس دي كلها، بس ليلى قالت إنها عايزة. اتربدوا سوا، ويوري سأل ليلى لو حضورها وعمايل الغدا كان كتير عليها، قالت إنها مبسوطة تعمله. فجأة سألها هي كويسة في الجري قد إيه، وقبل ما تدرك لقيت نفسها متدبسة في سباق مع الأهالي وأولياء الأمور، ولما بصت للأهالي استغربت هي تبقى إيه بالنسبة ليوري. السباق بدأ وهي بتعدي العقبات، يوري شجعها وهي استمدت طاقتها من ذكريات تدريبهم وكسبت السباق، وأدركت ليه كان عايزها تلبس مريح. ولما جه يبارك لها نزلت السوستة وقالت له كله كان عشانك. فجأة الطلاب اتلموا وقالوا ده ظلم إن خدامته تنافس في سباق الأهالي، بس هو وقف في صفها وأكد إنها عيلته الغالية. وهم ماشيين سألت لو متأكد عايز يسميها كده، وهو بدأ يعترف إزاي سعادتها بتسعده وقلبه بيتعصر لما يشوفها. بس لما قالت ده يبدو كشيء تاني قال لها إنها بقت مشبوهة تاني. بعد أيام ليلى كانت بتتسوق ولقت الدنيا هتمطر، ولما رجعت البيت كانت غرقانة مية. يوري جاب لها فوطة وقال لها تاخد دش، بس لما سألت لو يحب ياخد دش معاها صرخ إنهم لازم يتجوزوا الأول. بعدين راحت له وهو بيذاكر واديته شاي، بس تفه بسرعة وسأل ليه مالح، فهي خدته بسرعة وقالت هتعمل غيره. بعدها يوري راقبها بتركيز عشان عمرها ما غلطت قبل كده، ولما كتاب وقع فجأة على راسها الفاضية جري يشوفها لو كويسة. قالت إنها تمام، بس وهي رايحة تغسل تعفرت ووقعت، ويوري جري يساعدها واكتشف إنها مولعة نار. حطها في السرير فورا وقالها تاخد يوم إجازة وتستريح، ولما اتأكد إنها عندها حمى بدأ يحتار يعمل إيه، وهي بتخرف لسه عندها طاقة تقول تعليق مشبوه عن إنه بيبص في أوضة أنسة. بس لما قالها تنام قامت وقالت لازم تشتغل، وده خلاه يشدها تاني، بس هي فجأة عيطت وقالت مش هتبقى خدامته لو ما قامتبوش بشغلها. بس هو قال لها عمره ما هيمشيها عشان سبب زي ده، وشدها في حضنه يطمنها. تاني يوم فرح إنها رجعت لطبيعتها وقرر يساعدها في شغلها عشان ما تتعبش نفسها. لما بدأ يحس ببرد جابت له بطانية، بس لما بصلها استغرب هي مش بردانة ازاي وسألها ليه بتلبس زي الرخاص. ادعت إنه عشان تعلمه سحر الأنوثة، بس هو لمس إيدها وعرف إنها بتشتغله، فلف البطانية حواليها وقال لها تخلي بالها من نفسها عشان هي عيلته الغالية. بعدين الاتنين ناقشوا أزياء حفلة هالوين سوكاسا، ولما ليلى قالت هتشتغل خياطة في زيه سألها هتروح بزي إيه، فتريقت عليه إنه عايز يشوفها بزي تكنري، وهو مرة تانية كسفها لما قال لها هتبقى كيوت في أي زي. يوم الحفلة وصلوا قصر تسوكاسا وهي قعدت تمدح في زي الساحر والتنين بتوعهم، وألفت لهم قصة واتباد خاصة بيهم، بس فوجيساكي قالت لها عقلي. دخلوا واستمتعوا بحلويات الحفلة، وبعد شوية يوري وليلى كانوا في عالم تاني ومطنشين الكل، وده فرح تسوكاسا. بس للأسف لفوجيساكي ده خلت تسوكاسا تطلب إنها تلبس زي تكنري، فالخدم
العالم خدوها وحولوها لأميرة. سوكاسا أخيرا عاشت خيالها المجنون وطلعت كاميرا تصور اللحظة وسط رعب فوجيساكي. تاني يوم سوكاسا ادته صورهم من الحفلة واستغربت إن ليلا ما جاتش تاخده، فقال جايز مشغولة وهيروح يساعدها لما يوصل. في البيت ليلا بتخلص غسيل لما سمعت راجل بيعلن عن توصيل جواب ليها، ولما بصت في الجوابات وشها اتغير. وهو راجع من المدرسة يوري كان بيفكر ازاي ليلى بقت أقل شبهة وإنه مبسوط إنه ما بقاش وحيد، فجري على البيت. بس أول ما دخل ليلى خبت الجواب ورا ظهرها بسرعة. هو لقط إنه كان مختوم بختم تقيل وسأل مخبية إيه، بس قالت له اغسل إيدك وهشرح لك بعدين. على العشاء لاحظ الأكل طعمه غريب وسأل فيه إيه، فكشفت أخيرا إن جالها رسالة ترجع مكان ما جت عشان هي هناك من غير علم حد. بس يوري قال لها لسه مشبوهة ومش هيسيبها تمشي غير لما يعرف هي مين، وفكرها بوعدها إنها تفضل دايما جنبه. فكرمشت الجواب ورمته وقالت هتقعد، وهو حضنها وقال إنه مبسوط. بعد أيام سوكاسا شافت يوري زعلان وسألت ماله، فاعترف إنه بيفكر في ليلى طول الوقت، ورغم إنها مشبوحة مش قادر يشيل عينه من عليها. سوكاسا جالها نزيف أنف من الإثارة، وبعد ما ظبطت نفسها سألته ليلى تبقى لك إيه، بس هو فضل يعيد نفس كلام قلبي بيتعصر لحد ما استنتج إنه عيان. تسوكاسا أدركت إنه حمار وقالت له اللي حافل بيه ده حب، بس وهو مروح قعد يسأل يعني إيه حب أصلا. لما دخل القصر ليلى حاولت ترحب بيه بس هو مردش عليها وده صدمها. حاولت كذا مرة تخليه ياخد باله بس هو كمل مشي. في الآخر وقفته وسألت لو عيان، ولما نفع حاولت تسأل ماله من غير ما تبان متحرشة. قال لها عنده حاجات في دماغه، ولما حاول يقول تردد وقال ده سر دلوقتي. تاني يوم في المدرسة قالت تسوكاسا إنه مش فاهم يعني إيه حب، فعزمته عندها عشان توريه إيه هو. في بيتها قعدوا يشربوا شاي وقالت إنها استغربت إنه ما جاش مع ليلى وسألت لو يبعتوا لها، بس يوري قال إنه خايف لو شافت عيلتهم الجميلة والقصر الكبير تسيبه وتشتغل عندهم. تسوكاسا فورا قالت له مستحيل عشان هي بتبان مبسوطة وهي معاه، وده خلاه يرتاح. بعدين طلعت مجموعتها من الروايات الرومانسية عشان تعلمه، بس فوجيساكي صدرتهم وحذرتها ان ابوها هيزعق لها تاني، وتسوكاسا اترجتها تعيد نظر. يوري رجع من الزيارة اللي ملهاش لازمة، ولما شاف ليلى افتكر كلام سوكاسا وابتسم. تاني يوم في المدرسة خدوا واجب يرسموا اي حاجة بتساعدهم يشوفوا طبيعتهم الحقيقية. يوري عمل خطة يرسم ليلى عشان يكشف حقيقتها ويمكن يتعلم عن الحب. قالها واقترحت وضعيات مشبوهة لو قالها عايز يرسمها زي ما هي. الخدامة الهبلة فكرت انه يقصد مشهد تيتانيك، بس هو كان يقصد شكلها العادي وهي خدامة. اشتغل شوية ولما شافت الرسمة مدحته، بس هو قال انها مش مديها حقها ومسحها عشان يبدأ تاني. تاني يوم الصبح كان شكله بائس، ولما سألت ماله قال معرفش ينام من التفكير في رسمها، فعملت مهمتها انها تنيمه. بالليل جربت كل حاجة من روائع علاجية، لبن سخن، موسيقى، ماسك عين، بس مفيش فايدة. عملت نكتة خطيرة عن انها تنام جنبه، بس هو أصر انها تنام معاه. فدخلت السرير وبدأت تغني تهويدة. هو ميزها انها واحدة امه وشخص تاني كان بيغنيها. الصبح قال انه عارف ينام بس مش فاكر ايه حصل، فليلى استهبلت وهو قال لها لازم تنام معاه تاني بعد ما يخلص الرسمة. تاني يوم في المدرسة كسب المركز الأول برسمة تحفة لليلى. بعد أيام يوري جات له ذكرى وهو طفل إنه عمل خاتم ورد لبنت شعرها بنفسجي، ولما صحي افتكر إنه شافها بس طلعت ليلى اللي المفروض في إجازة، بس أصرت تعمل الفطار. بعدين لبست فستان أحمر خلاه يتسائل رايحة فين، ولما سألت لو متأكد إنها تمشي قال أيوة. راحت المدينة وقعدت في كافيه وقابلت فوجيساكي. قالت لفوجيساكي إنها لسه ما فتحتش قلب يوري بالكامل، بس فوجيساكي قالت لها إنها بتبالغ في التفكير. اتكلموا عن أيام الأكاديمية لما فوجيساكي كانت ضايعة بس اتغيرت بسبب تسوكاسا. نصحتها تفتح قلبها ليوري الأول وهو هيعمل زيها. قالت إن ليلى اتغيرت برضه بس قطعتها تسوكاسا برسائل عايزة نميمة عن الرومانسية المحرمة. فوجيساكي قالت لازم تمشي بس رجعت تقول لها إنها لازم تقول ليوري الحقيقة. في اللحظة دي يوري اللي كان بيراقبها لحد الكافيه بدأ يفكر كتير في معنى كلام فوجيساكي. لما ليلى رجعت يوري ما ضيعش وقت وبدأ استجواب، واعترف انه راقبها زي فان مهووس لتايلور سويفت، وسأل لو السر عن انها قابلته زمان. ده صدمها وسألت عارف ازاي، فقال لها انه افتكر لما اهله جابوا بنت للقصر وهي غنت له عشان ينام مكان امه، وسأل لو دي هي. لما اكدت سأل ليه خبت عليه. قالت خافت يكرهها لو قالت له وكانت عايزاه يفتكر لوحده. مسك ايدها وقال عمره ما يكرهها، ووعد يفتكر كل حاجة عنها. تاني يوم لقاها بره بتعطف ورد، ولما قرب طلب ايدها ولبسها خاتم ورد على امل ينشط ذاكرته، بس هي فكرته انه متأخر على المدرسة فجري وسابها واقفة وشها احمر. في المدرسة تسوكاسا سألت عن تقدمه مع ليلى، فقال لها انه نام معاها وهي وقعت من الصدمة. سألته اعترف امتى، بس هو ما كانش فاهم واصر انه بس بيشك فيها. تسوكاسا اضطرت تشرح له بالمعلقة انه بيحبها، ولما افتكر لحظاته معاها فهم اخيرا فجري يروح. وفوجيساكا جت تسحب تسوكاسا النمامة للبيت. لما وصل القصر شاف ليلى بره وكان لسه هيعترف بحبه، بس ظهرت خدامة تانية ناتسومي وقالت لليلى ترجع قصرها. دخلوا وقدمتها كزميلة سابقة في الأكاديمية ورحبوا بيها كضيفة، بس ناتسومي قالت إنها متفاجئة إن
الإشاعات حقيقية وإنها شغالة ببلاش عند عيل قصير. يوري ترجاها ما تاخدش ليلى، بس هي أصرت إنها هتتقبض أحسن لو رجعت أسرهم. ليلى أصرت إنها مش ماشية، وده ضايق ناتسومي اللي قالت إنها جات عشان خايفة عليها، وأصرت تقعد تشوف لو يوري سيد كويس وتعرف ليلى شايفة فيه إيه. الأول اختبرت تعليمه وهو طلع أبيض، بس لما رمالها السؤال طلعت هي كمان دماغها فاضية. اتكلمت عن الفلوس فطلع حصلته لشبه فاضية وقال إنه بيحوش عشان يجيب هدية لليلى. ناتسومي أدركت إنها مفلسة زيه وبدأت تعمل دوشة وكسرت لمبة بالغلط. يوري سأل لو هي كويسة وده استغربته عشان هي كسرت حاجته، بس هو أصر إنها ضيفة غالية. ناتسومي قالت لليلى إنه بيخدعها بكلامه، بس ليلى دفعت عنه وسألتها ليه مهووسة بيها. يوري اتدخل وقال إنها أكيد بتحب ليلى هي كمان، وده كسفها. ولما سألت إزاي يقول كده ببساطة، قال إنه بيحبها هو كمان ومش شايف غلط في التعبير عن المشاعر. بعد ما سمعت ده ناتسومي اعترفت إنها بتحب ليلى وكانت قلقانة عليها. بعدين يوري راح المدرسة وساب البنات لوحدهم. ليلى قالت لناتسومي مش لازم تشتغل عشان هي ضيفة، بس هي صممت عشان ذكرى الشغل الجماعي، وقعدت تتفرج على ليلى طول اليوم وهي بتشتغل لحد ما قالت لازم تجهز لرجوع يوري. لما رجع كان غرقان عرق، واعترف إنه عشان معرفش يشيلها من دماغه طول اليوم لقى نفسه بيجري مروح ليها. ناتسومي كانت هتموت من الكسوف بالنيابة عنهم، بس ليلى بدت مبسوطة وقالت له خلي بالك لتتكعبل. بعدين ناتسومي كانت بتنقنق شيبسي ويوري سأل لو هي فعلا خدامة، فتقمصت وقررت توريه شغلها وراحت بوظت كل حاجة ممكنة. يوري قال لها عادي تكوني فاشلة، بس هي رفضت وحاولت تكمل واتكعبلت ودلقت مية على نفسها. ليلى ضحكت وفكرتها إنها دايما كانت فاشلة، وده اللي خلاها تساعدها كتير وبقت شاطرة في الشغل. يوري قال لهم يستحموا عشان البرد، وهناك ليلى اعترفت إنها مبسوطة إنها جت عشان تلهيها عن مشاعر يوري اللي مش عارفة ترد عليها. ناتسومي ضحكت على غباء ليلى وقالت لها إن شكلها كان مبسوط لما قال لها بحبك، بس سابتها تكتشف ده بنفسها. لما رجعوا يوري سأل اتأخروا ليه، قالوا كلام كبار. تاني يوم يوري حكى لتوسكاسا عن ناتسومي وهي فكرت إنها منافسة في الحب. لما خرجوا ناتسومي شافتهم وافتكرت إنه بيخون ليلى واتضايقت. فجأة فوجيساكي عدت واستغربت تشوف أفشل طالبة في الأكاديمية شكلها مختلف. لما يوري شاف ناتسومي استغرب، قالت إنها جاية تاخده. في الطريق قالت إنها ماشية قريب وسألته هيجيب إيه الليلة في الكريسماس. ولما بصت ورا شافت طلاب ثانوي بيغلسوا عليه فدخلت وحمته وخوفتهم. شكرها وقال عايز يعمل لها حاجة، فقالت إنها محتاجة مساعدته. لما رجعوا ليلى شافتهم واخدين على بعض واستغربت، بس فرحت إنهم متفاهمين. لما بقوا لوحدهم ناتسومي اقترحت حفلة كريسمس مفاجأة لليلى، وهو قال هيقول لليلى إنه معزوم عند تسوكاسا، وناتسومي تخرج ليلى وترجعها على ميعاد المفاجأة. على العشاء ناتسومي فتحت سيرة الكريسمس ومشيوا في الخطة، وليلى وافقت تخرج مع ناتسومي. تاني يوم يوري قال لتسوكاسا وهي فرحت، بس شطحت بخيالها الرومانسي كهدية لليلى. يوم الكريسماس ليلى خرجت بالعافية مع ناتسومي، وبعد شوية تسوكاسا وفوجيساكي جم يساعدوا في الزينة والخبز. ناتسومي وليلى بيتمشوا وناتسومي حست بإحراج لدرجة إنها عملت بحث على جوجل تقول إيه، وارتبكت لدرجة إنها وقعت على وشها، فقعدوا يستريحوا وهي بتمسح مناخيرها. ليلى شكرتها إنها قضت اليوم معاها رغم إنها أكيد كانت تفضل تقضيه مع حد بتحبه، وقرروا يستمتعوا باليوم وعملوا مونتاج لطيف مع بعض. ناتسومي اديتها هدية قلم عشان ده اللي حيلتها، وقالت لها تكتب لها لما ترجع قصرها. لما وصلوا القصر النور نور، بس ناتسومي ما لقيتش ليلى وفهمت انها دخلت، فجريت وراها ودخلت في المفاجأة. يوري اعترف انه عشان ما عندوش شخصية اعترف بالخطة لليلى اللي اقترحت يقلبوا المفاجأة لناتسومي عشان ما تزعلش. شكرتهم وقضوا وقت حلو لحد ما فوجيساكي وتسوكاسا النايمة مشيوا. يوري مدح تمثيل ليلى وطلع هديته لناتسومي وسأل لو هتعجبها. ليلى أكدت له وحط الهدية جنبها وهي نايمة. بعد أيام ليلى بتشتغل فسمعت الجرس، فتحت لقت سيدها القديم. في الوقت ده ناتسومي ويوري راجعين من الشوبينج، وشكرته إنه شجعها تقول لليلى مشاعرها وإنها ناوية تعمل كده مع سيدها. يوري ما فهمش، بس هي قالت له كلام كبار ممل. في القصر السيد القديم شكر ليلى إنها خدت بالها من ناتسومي عشان هي صعبة، وليلى استغلت الفرصة تعتذر عن مشيها المفاجئ. قالها إنه شايف اهتمامها بسيدها الجديد، وسأل لو ده ليه علاقة بالماضي. افتكرت لما أهلها اختفوا عشان يجيبوا لبن ومرجعوش، ومحدش رضي يديها بيت لحد ما أهل يوري عرضوا عليها مكان، واتصدمت بطيبتهم وإن يوري كان طيب زيهم وأول حد يقول إن عيونها جميلة. بعد سنة قررت تدخل مدرسة خدم عشان ترد الجميل، ولما اتخرجت عرفت بموت أهل يوري وعرفت إنه بقى في نفس موقفها، فجت له فورا عشان تحميه. في الحاضر يوري وناتسومي رجعوا، ولما يوري عرف إن ده سيدها القديم نط قدام ليلى ورفض يخليه ياخدها. الراجل ضحك على الجمبري ده وقال ما يتخافش عليه، وشاور لناتسومي يمشوا. بعد الوداع ناتسومي وسيدها مشيوا في الليموزين. ليلى ويوري بقوا لوحدهم تاني، والعشاء
كان هادي ومحرج. ليلى اقترحت يخرجوا تاني يوم ويوري افترض انه ديت. تاني يوم اتمشوا ويوري قال لليلى شكلها جميل في الفستان وده كسفها. في نفس اللحظة تسوكاسا وفوجيساكي مروا بالعربية، وتسوكاسا شافتهم وبدأت تصرخ كمعجبة بالرومانسية اللي في خيالها، بس فوجيساكي كبستها وودتها درس البيانو. ليلى ويوري شربوا شاي، ويوري قال عايز يروح مكان. راحوا قبر أهله اللي كان خايف يزوره لوحده، وساب وردتين، وليلى وعدتهم تاخد بالها من ابنهم. بعد ما مشيوا راحوا المدينة، ويوري سرح في جمال ليلى وسط الأنوار وفكرها إنه بيحبها. ليلى أخيرا سألت أي نوع حب يقصده، ويوري ما كانش عارف، فقالت له إنها مش واثقة تقدر ترد على حبه، بس هي بتعزه جدا. ده كان كفاية ليوري، ومشيوا ماسكين إيد بعض. لو عجبك الفيديو اكتب كومنت حكاية مسكرة، وما تنساش اللايك والاشتراك. أشوفكم الفيديو الجاي.